تعالوا نعمل مع بعض النهارده غدوه بسيطه جدا وجميله. معايا وراك، معايا الاجنحه دي هنعمل بيها صينيه جميله جدا وهتعجبكم. معايا ملوخيه، باميه، بصل جوليان، طماطم. دي الصينيه اللي احنا هنعملها مع بعض. اول حاجه معانا ميه بتغلي على النار، هنسلق فيها الوراك. بصوا احنا كده هنسلق الوراك، احنا مش هنعمل اي حاجه فيها لما تطلع الريمه بتاعتها هقول لكم هنحيقها ازاي. بصوا ريمه الفراخ كده طلعت، نشيلها مع بعض. واحنا متفقين ان اي ريمه لازم تتشال، لان هي دي اللي بتعمل الزفاره لاي لحوم انت بتسلقيها، شوربتك تبقى فاتحه وجميله. وبعد ما بنشيل الريمه خالص بتحيقي بقى الحياء بتاعك. هقول لكم احنا بنحط في الشوربه بتاعتنا ايه. بصوا احنا كده يا دوبك لمينا منها الريمه. هنحط بصلايه، طماطمايه، جزرايه، ورق حبهان، اللي انت عايزاه بقى. بصي بقى الملح، فلفل اسمر، شويه بهارات فريش، واحده مكعب ماجي. وعشان تاخدي شوربه حلوه وطي على النار بقى وتسيبيها تستوي براحتها. هي عامه الفراخ ما بتاخدش سوا. من عقبال ما الفراخ بتاعتنا تتسلق تعالوا نعمل بقى الصينيه الاجنحه اللي انا قلت عليها. معايا بهاراتنا فلفل اسمر، بهارات فراخ، ملح، سنه شطه بسيطه، واحد مكعب ماجي، سنه بسيطه من جبس الرمان، ادعك الخلطه كويس قوي. كده احنا خلصنا. بتجيبي الوراك بتاعتك وترصيها في الخلطه دي، تعملها بدبابيس، بوراك، باجنحه، باللي انت عايزاه. بقى حته سمنه كده صغيره على وشها عشان ما تيجي تحمريها تدي لون معاكي جميل جدا. دوبك تعالوا نسويها بقى مع بعض. بصوا احنا هنا بقى بنزيد ونعمل الباميه. معايا ربع كيلو باميه، مكتريش الشوربه بتاعتها. حلوه قوي كده تستوي ونطشها مع بعض. ومن عقبال ما الباميه بتاعتنا بتتسلق حمرنا بتنجان وخللناه كده. خلصنا طبق البتنجان بتاعنا. الباميه بتاعتنا استوت، هنهرسها بهرسه البطاطس او المفراق. حاولي ما تسويش الباميه قوي عشان ما تحمرش منك، هي ما بتاخدش سوا. بصوا ده شكل قوام الباميه بتاعتنا. انا ما بضربهاش في الخلاط، بعملها لا في مفراق لا في هرسه البطاطس. ده القوام بتاعها. كده احنا خلصناه خالص، يا دوبك هنطشها. شايفين بقى الشوربه بتاعتنا جميله ازاي عشان موطين عليها النار خالص. تعرفي منين ان الفراخ بتاعتك استوت؟ لما تلاقي اللحم ساب العضمايه. بصوا تفسك كده من بعض كده يعتبر ان فراخك استوت. تعالوا بقى نعمل مع بعض الملوخيه. ناخد بقى من الشوربه اللي احنا عملناها نعمل الملوخيه. بصوا ده قوام الشوربه بتاعتنا اللي هي بتاعت الملوخيه. تعالى اقول لكم انا بعمل فيها ايه قبل ما انا اطش للملوخيه. حطي سنه سكر، طرف المعلقه توم ني. الملوخيه ما تغليهاش كتير على النار، يا دوبك هتغلى منك تدفع عليها. بصوا قوام الملوخيه بتاعتنا شايفين لونها. لو غليتيها كتير على النار هتحمر وتسقط منك. كده ناقصه دي على الطشه. نعمل مع بعض شوربه خضار. اول حاجه بنعملها بنحمر لسان العصفور.
بصوا، واول ما يوصل معانا المرحله دي واللون ده، معايا فاصوليا وجزر. بصي بتشوحيها قبل ما تحطي الشوربه بتاعتك. مكعب مرقه، قلبيها شويه، واول ما تشمي ريحه الخضار بتاعك بتنزلي بالشوربه، بتغلي غلوتين. ولو معاكي بقى بطاطس، كوسه، اي خضار انت بتحبيه حطيه في قلب، هيديكي طعم جميل جدا. انا بحط لها بسله، بس انا ما لقيتش بسله بصراحه، لان هي مش اوان البسله دلوقتي. انا لقيت الفاصوليا دي بالعافيه. بصوا احنا حطينا الشوربه بتاعتنا، يا دوبك تغلي سقطي البطاطس، لان الخضار ده بياخد سوا شويه عن البطاطس والكوسه. لما الشوربه تستوي معانا نكون بقى بنجهز اكلنا. بنعمل الطشه بتاعه الملوخيه والباميه. تعالوا نبص على الشوربه. المرحله دي بقى هننزل بالكوسه والبطاطس. اول ما بتخش في مرحله السوا انت بتحطي لها الكوسه والبطاطس، لان الكوسه والبطاطس ما بتاخدش سوا خالص. معانا الطشه بتاعت الملوخيه. من عقبال ما الشوربه بتاعتنا تخلص نكون جهزنا الاكل وغرفنا بقى عشان نتغدى. المرحله دي بنحط الكزبره عشان دي ملوخيه خضراء. احنا متفقين الملوخيه الخضراء اللي بتحط الناشفه لا. ده شكل الملوخيه بتاعتنا. بصوا كده انا معايا الشوربه هنا، هي خلاص. بصوا قوامها وبصوا شكلها عامله ازاي. في ناس بتعملها من غير لسان العصفور، بس انا بصراحه بحبها كده، بتدي طعم جميل جدا مع لسان العصفور ومع الخضار، بقى طعمه جميل. جربوها هيعجبكم. معايا هنا طشينا للباميه خلصناها. تعالوا بقى نقدم الاكل مع بعض. الملوخيه بتاعتنا، تعالوا نغرف الباميه مع بعض. ده الباميه الويكه بتاعتنا. ودي شكل الاجنحه بتاعتنا. يا دوبك انت بتسويها على النار وبتدخليها الفرن تاخد لون وبتطلع بالشكل ده. بصوا بقى شوربه الخضار الجامده دي، بامانه طعمها تحفه. حاولي ما تسويش اول خضار عشان لو اتبقى حاجه معاكي ما تتهريش منك، ويبقى شكل الخضار بتاعك شكله حلو انت وبتغرفيه. بصوا، وده شكل اكلنا النهارده بعد ما خلص. عملنا مع بعض الباميه والملوخيه، سلقنا مع بعض الوراك، وعملنا شوربه لسان العصفور دي جميله جدا، شوربه الخضار. عملنا مع بعض البتنجان المخلل، والصينيه دي بقى جميله، يا رب تجربوها وتعجبكم. وده شكل اكلنا النهارده.